اللي خلانا نودي الحلل تجيبهم. تعمل ايه يا ام عبد؟ بنشتري المطبخ بقى، عقبال يا رب ما نوضب مطبخك يا رب. يا رب، بس لسه بدري بقى. استنى كده يا رب. هتعدي عدي. بس ماشي يا حبايب قلبي. لا انتوا مفرطين الحاجات اللي كده يا ولاد. عشان نستفك نحط هنا حاجات بقى اللي انتوا مش محتاجاها. الازايز كده، الكوبايات كده، البلاستيك كده. كنا بنلعب لعبه به. طب لم يلا يا محمد الحاجات يلا. يلا لمهم، يلا يا دودو. يلا لمهم يا دودو. العنب في ثانية، والخراب في سنين. الخراب في ثانية والعمار في سنين. يلا لم الحاجات دي. لم يلا يا دودو. يلا الا الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا صباح الخير وصباح الرضا وصباح كل حاجة حلوة على احلى متابعين في العالم جوه مصر وخارج مصر. يا صباح الرضا، يجعل ايامكم سعيدة كده وجميلة يا رب. يجعل الليل في ايديكم كتير واكبر بخاطركم زي ما انتوا جابرين، زي ما انتوا جابرين خاطري بالكومنتات بتاعتكم. واقل حاجة كده بترضي الناس، والكلمة الطيبة حسنة. والكلمة الطيبة حسنة يا حبايب قلبي. أنا فرحانة 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 والله العظيم، فرح ما بعده فرح. النهارده فرحانة اللي أنا هعمل المطبخ بتاعي زي ما حبايبي ومتابعيني قالوا لي اعملي المطبخ يا أم عبده. هعمله على قد إمكانياتي، لأن أنا قلت لكم يا حبايب قلبي أنا ما برعيش حد. أنا ما برعيش حد، والرخامة بتاع المطبخ بتاعتي فرقعت، فانا هعمل المطبخ بتاعي ان شاء الله ان شاء الله على قد امكانياتنا، وربنا يكبر بخاطرها وخلي لها عيالها ورزقها رزق حلال زلال يا رب، وخلي القليل في ايديها كتير وسعيدها دنيا واخره، وخلي لها اولادها وخلي لها جوزها بنت حبيبتي. ربنا يرضيها، ربنا يرضيها يا رب زي ما هي رضياني وجابره بخاطري. ربنا يكبر بخاطرها بحق جاه النبي على الله، وخلي لها عيالها ونجحهم لها يا رب، واكفوهم شر المرض واشفيهم ونقيهم واسترها معاهم دنيا واخره بحق جاه النبي. بنتي حبيبتي يا حبايب قلبي، فانت هتعملي ايه يا خالة ام عبده؟ الراجل بكره ان شاء الله، بكره الجمعه من غير مقاطعه يا ربنا، هيجي ياخد الحله بتاع الحوض هيقرطها لي وهيعمل عليها الرخام. وزي ما انتوا يا حبايب قلبي يا متابعيني يا عسل يا تاج على الراس، يا تاج على الراس. انتوا قلت لي نظفوا المطبخ، يعملوا المطبخ بتاعك يا خالة ام عبده. قلت لكم يا حبايب قلبي انا ما براعيش حد، وبقول لكم تاني يا حبايب قلبي انا ما براعيش حد. على قد جيبي وعلى قد اللي في ايدي احنا هنمشي بوه. مش هنطلع السلم مره واحده، احنا هنطلع السلمه مره مره، مش هأزح مره واحده. كل مره اطلع سلمي، لان اللي براعي لفوق بيتعب. اراعي نفسي. المرة الجاية نعمل الألمونتال تحت التقفيل. كل مرة ربنا يرزقكم ويرزقني من وسع يا رب، بس بإيه؟ بحبكم وبدعمكم وبوقفتكم في ظهر أم عبده. هعمل كل حاجة حلوة يا حبايب قلبي. هتشتري ايه دلوقتي يا خالة أم عبده؟ أنا هشتري الركنة وهلم الركنة بتاعتي على بعضها عشان أفضي المطبخ بتاعي، عشان الجماعة اللي هم هيجوا يركبوا الحوض ويركبوا في الرخام بتاع المطبخ يبقى مطبخي خالي لهم باذن الله من غير مقاطعه ربنا. وربنا يديكم الصحه، ما تنسوش ام عبده، ما تنسوش ام عبده في اللايكات وتقفوا على جداها كده وتشجعوه. يلا نستعين بالله بشغلنا يا حبايب قلبي. استني يا حاج، استني يا حاج اما شوفي يا حبايب قلبي بقى، شوف انا ستفت الركنه بتاعتي ازاي اهيت يا حبايب قلبي. اشتلناها ومسكنا الحته بتاعتنا كنسناها ونضفناها اهي، عشان لما يجي لنا الانفار ان شاء الله ان شاء الله من غير مقاطعه ربنا ما يجيبش حاجات وحشه لا لنا ولا لكم يا رب ولا الحبايب. وهنقل التلاجه بتاعتي وهنقل الفرازه بتاعي. الفرازه بس، التلاجه مش هينفع تخرج بره. اما نشوف برضك ربنا يعيننا كده ويقويني ونشوف احنا هنعمل ايه، وهم بقى بحبهم وبدعمهم كده يقولوا لنا في اللايكات كده احنا هندهن المطبخ وندهن الخشب ان شاء الله من غير مقاطعه ربنا. هنمسك كل الحاجات اللي في المطبخ دي يا حبايب قلبي. تعالي بنت كده، هنمسك الحاجات كل اللي في المطبخ دي هنطلعه بره ان شاء الله كده، ربنا يعيننا ويقوينا.
وشوفوا بقى يا حبايب قلبي، انا بقول لكم يا حبايبي انا ما براعيش حد، بس لما ربنا امر اللي انا ادهن المطبخ هدهنه. شوفوا بقى الحاجات ديت بقى هنشتغلها والحاجات اللي على الحيطه ملزوقه ديت هنشتغلها ان شاء الله. وايه وتقولوا رايكم كده في الكومودينات في الكومودينات. يا خالتة حنان ده انت لسه في اول البدايه. في الكومنتات تعرفونا بقى ايه هنعمل ايه كده ان شاء الله. وايه ما تنسوش خالتكم حنان تقفوا على جداها كده عشان ايه تكمل المشوار. ايه المشوار 1000 ايه من 1000 ايه المشوار 1000 ايه 1000 ايه 1000 ميم دي ولا ايه دي من الالف للياء. ان شاء الله من رحمة ربنا. يلا يلا يا حبايب قلبي بحبهم بدعمهم ايه هنوصل لهم ان شاء الله ان شاء الله من غير مقاطعة ربنا. طبعا انت بتمسحي بميه واريال. بميه واريال بمسح الارضيه. هي الارضيه طول ما انت ايدك في قلب بيتك هتلاقي حتتك نظيفه. والله البلاط ده معمول من امتى يا حبايب قلبي؟ بقاله اكتر من 20 سنه. الطياره الطياره عشان ايه الرئيس جاي. شوفي يا حبايب قلبي هننقل بقى حاجتنا. وطول ما انت ايدك في بيتك بتمسحي فيه وتنظفي فيه مش هتعوزي فيه ايه حاجات ايه كتير ان شاء الله. يلا بقى نكمل المسيح. اكمل المسيح بقى بتاع الاوض اهو نشوف هنعمل ايه معاكم. اوبا صح يا زن بقى. يلا يا حبايب قلبي خلينا نودي الحلال تجيبهم. تعمل ايه يا ام عبد؟ بنشتغل المطبخ بقى عقبال يا رب ما نوضب مطبخك يا رب. يا رب بس لسه بدري بقى. استنوا كده يا رب. هتعدي بس ماشي يا حبايب قلبي. لا انتوا مفرجين الحاجات اللي كده يا ولاد عشان نستفك نحط هنا حاجات بقى اللي انتوا مش محتاجاها. كده بنلعب لعبه به. طب لم يلا يا محمد الحاجات دي يلا. يلا لمهم يلا يا دودو. يلا لمهم يا دودو. العناق في ثانية والخراب في سنين. الخراب في ثانية والعمار في سنين. يلا لم الحاجات دي. لم يلا يا دودو. يا حبايبي شوف الرخامة مكسورة 2 ازاي. يا حبايب قلبي. انت يوم الاول عشان هشيلها وادورها. طبعا يا حبايب قلبي احنا شلنا التركيبه اللي تحت خالص اهي. شوفوا بقى الجدار بيبقى عامل ازاي من بين التركيبه والحيطه بيبقى متبهدل. هنشيل بقى الورق ده كله يا حبايب قلبي ده اللي انتوا شايفينه ده كليته عشان هندهن المطبخ مع بعض زي ما شايفين. هلم بقى الكوبايات دي كلها كده عشان الفيديو بتاعنا ما يطولش عليكم، بس حبيت اشارككم احنا هنعمل ايه وهيبقى ايه نظامنا ايه. وشفت الحلل ده كل الحلل اللي كنت رصتها معاكم قبل كده هنشيلها مع بعض ونركنها عشان نطلع تركيبه الخشب بتاعتنا. وادعوا ان ربنا يتم على ام عبد كده بخير وهي بتعمل المطبخ بتاعها، وربنا يكفينا شر اي حاجه وحشه. وانتوا يا حبايبي برضو كيفكم شر اي حاجه وحشه، ويجعلكم تعملوا الحلو اللي في الدنيا كله زي ما انتوا عارفين. وقبل ما تجددوا زي خالقكم ام عبد ما هتجدد مطبخ ده ايه بس على قد امكانياتنا وبدعمكم طبعا. وزي ما انتوا عارفين احنا عايزين منكم دعم تدعموا ام عبده عشان ايه نعمل لها كل اللي نفسها فيه. وطبعا بحبكم وبلايكاتكم وبكومنتاتكم هنعمل كل حاجه حلوه لام عبده. شوفوا محمد حسام بيشيل لنا لسه اهو ورنان فرحانين ان انتوا بتشتغلوا الورق. نقدر نبوظها يا عم. ما تبوظ احنا مش عايزين الورق. بالراحه يا رنان. عشان اعرف الشيء ما عذبنيش. بالراحه يا دود عشان ما يتقشرش. بتعملي ايه يا رنان؟ بتعملي ايه يا دود؟ اسيب الورق. شوفوا شيل الورق بتاعنا ازاي. شيل الورق بعيد شوفوا هنشيل الورق بتاعنا زي ما انتوا كده بقى. هنشيل على قد ما نقدر وما نيجي ندهن. طبعا ابو محمد هو اللي هيدهن لنا المطبخ، هو اللي هيشيل ايه بقيه الورق. كل واحد عارف ايه صنعته ومهنته. هنشيل كل المطبخ ده هنخليه فاضي مفيش فيه اي حاجه خالص ونوريكم بعد ما نهيل المطبخ ونوريه لكم هو كان عمران وهو خربان. وطبعا بعد ما هيبقى خربان لازم هنعمره. هنسيبه خربان؟ لا هنعمره ونرجعه زي ما كان واحسن. يلا يا حبايبي